بس ممكن نوضح للناس احنا بنتكلم في واقعه ثانيه مختلفه عن واقعه العبايه. هي بنت العبايه الشريفه دي اشرف بنت في مصر عموما. فدخلت جوه. طبعا يعني المفروض ان ده اسمه رائد حسام الدين مصطفى، ده اللي عرفته بعد كده. قابلني. طبعا يعني مش عايزه اقول لك كميه الالفاظ اللي اتشتمت بيها. كان شاهد على الواقعه استاذ نور ابن دكتور ايمن نور وسناء عبد الفتاح، وشاهد كمان دكتوره فريده اللي انا كنت رحت وده الفيديو ابن دكتور ايمن نور بيحوش عنها. هي دي البنت اللي هو يعني غطاها بجسمه وخد ضرب على ظهره. فجوه بقى طبعا لما مفروض ان انا يعني بنت اي مكان فاقف قدام رجل يقول لي ان انا هعمل عليك النهارده حفله، ما انتش خارجه من النهارده، هعلمك انا راجل ولا لا. فيقول لك انت سائره، فتقول له فيصفعك بالقلم، يعني خلاص بتضربي على وشك، انت سائره. غدا هو انت بتحاربي جيش العدو يا غدا؟ انا عايزه اسالك حضرتك دكتوره سيبيها بس، بتعرض الوقائع لو سمحتي بس ارجوكم بس يا دكتوره احنا سيبيها تعرض. لا معلش دكتوره في سؤال توجه لازم استاذه لبنى. يا استاذه لبنى انا على فكره انا بتكلم كده ان انا حاسه ان انا بتكلم مع بنتي، فاسمحي لي يا غدا بروح الام. طب انت شايفه انها غلطانه؟ انا شايفه انها غلطانه، مش يعني مش فكرها، طبعا هي حره في تصوراتها. انا بس صعبان عليا انك انت واقفه بتجاهدي وتضربي وتاخدي كذا وكذا. انا حاسه انك انت لو انت يعني الكلام ده لو انت بتحرري فلسطين احنا هنتقبل. والله انت كلميهم وهم لا انا بكلمك انت انا دلوقتي قاعده معاكي. انت ليه ما بتدينيش الضابط اللي ضربني؟ بتديني انا ليه؟ انت بتديني الضحيه المتهمه. انا مش حضرتك حكمت عليها ان هي ضحيه. حضرتك حكمت انها عليها ضحيه. طبعا هي انا مش بلومها، يعني انا مش بلومها. انا مش بلومها. وبعدين انا مش بلومها يا باشمهندس. انا ما عنديش حاجه بالكلام ده وتقول الكلام ده. انا عندي مشهد فيديو متفق مع بدل موجود. الكلام اللي بتقول ده كلام مرسل مفيش اي اثبات عليه، يبقى ما اقعدش اقول بقى اطلع اقول اكلم كلام غير مرسل. عن اذنك لا ما ينفعش الحديث دكتوره، ما ينفعش واحنا على الهواء. لا معلش انا على الهواء بعتذر الحديث، انا اسفه. لا ليه؟ احنا مش بنكذبها، احنا بنناقشها، احنا بنحاول نوصل معاها النقطه. احنا ما بنكذبهاش، انا ما بكذبش اي حد طالما لا انا شفت ولا انا ما شفتش، ما اقدرش اكذبها. لكن كل الحكايه هي بتتكلم. الفيديو ده موجود على اليوتيوب. احنا مش بنكذبها بالنسبه للواقعه اللي تعرضت ليها دكتوره غاده. خليني اقول مره ثانيه لان دي ما هيش اجتهادات منها ولا روايه او قصه بتحكيها، ده موجود والفيديو ده موجود وكتير مننا شافوا المشهد اللي هي بتحكي. ده فيديو شد الشعر يا دكتور يا استاذه لب. طب انا مش معترض عليه، انا بتكلم على اللي هي بتقوله في مداخل دوت. انا